المولى الشريف بن علي أمير سجل ماسة وتفيلالت ومؤسس الأسرة العلوية في المغرب. ولد قبل 9 نوفمبر 1589. هو الابن السادس لعلي الشريف المراكشي، وبايعوه أهل سجل ماسة عام 1631 عند تفكك الدولة السعدية، حتى تم أسره في عام 1636 من قبل أعدائه السملاليين. ولكن من بعد تطلق سراحه وتوفى في سجل ماسة، ودفن بالريساني قرب تافيلالت في الخامس يونيو 1659. مولاي الشريف كان أب ل 208 من الأبناء، منهم 84 ولد و124 بنت، ومن بين زوجاته وجواريه اللي وثقهم التاريخ كانت هنالك زوجة مجهولة الاسم أنجبت له مولاي محمد الذي سيخلفه كسلطان سجل ماسة، وكانت له زوجة عربية مجهولة الاسم والتفاصيل المعروفة عليها كانت ذات مظهر فاتن. ومولاي الشريف كان يكن لها الكثير من المودة، وأنجبت له مولاي الرشيد أول سلطان علوي للمغرب. زوجته الثالثة كانت مباركة بنت يرق حسب كتاب المنزع اللطيف لألف مولاي عبد الرحمن، وهو أحد أحفاد المولى إسماعيل، وكان باحث في تاريخ السلالة العلوية. كيقول أنها كانت جارية وأحد والديها كان عبد، وهي من قبيلة ولاد يحيى بن ديمان، ويشار إليها أنها من قبيلة المغافرة من أضرار. وكل هذه القبائل توجد فيما يعرف اليوم بموريتانيا. يحكى أنه تم بيعها لأحد زعماء قبيلة ولاد جرار في دكالة اللي كتواجد في وسط المغرب، وباع هذا الأخير إلى زعيم الزاوية السملالية أبو حسون السملالي. ومن كان المولى الشريف أسير عنده قدم له مباركة كجارية كجزء من الاحترام له لنسبه الشريف. ومباركة توفيت سنة 1078 للهجرة الموافق لسنة 1668، وضريحها يتواجد بمدينة فاس. ومن الأبناء اللي أنجبت مولاي إسماعيل سلطان المغرب. وبعض المصادر كتقول أن المولى إسماعيل تولد من كان المولى الشريف في الأسر، يعني في سوس، ولكن تشير روايات أخرى أنه ولد في نفس سنة معركة القاع، يعني في عام 1645. وكان له شقيق أصغر مولاي محمد المهدي الأصغر. وبقية الزوجات لا توجد معلومات متوفرة حولهن، وما تبقى من الأبناء غير معروفين سوى من سجلهم التاريخ بعد ما تسببوا في حروب أو تمردوا أو لشغلوا مناصب كبيرة. ومن بين هاد المعروفين مولاي الحران عين خليفة على سجل ماسة من قبل المولى الرشيد في عام 1664. ومولاي مراد أو المعروف بمولاي محرز كان له ابن سميتو أحمد تمرد على المولى إسماعيل في عام 1672، وتقتل في تافيلالت عام 1684. وهذا ما تبقى من الأبناء اللي وثقتهم المصادر التاريخية.